وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أف درس ميد دوايا مادة علوم القرآن ديا أم ترتوكا علوم القرآن الكريم يا دكتور نور الدين عتر دخوينا ده حفتيا تشودا درسامي تشودا ما فصل أول خوند أم نهاد فصل دوا دنا أقو بعنوان كريا الفصل الثاني القرآن والوحي وتنزلاته، باعتبار مادة علوم القرآن الدردورة قرآن بيروز دتشيوتي، يعني بابتن وينا حمجري داينا بمسائل قرآن بيروز، يعني مادكي نمادكي فقهية بو أم بحثا بابتي أم بيجن دسميش چاوايا لميش چلويا روجي قرتن چاوايا نا أف مادة هانا حمي القرآن بيروز دخبتي. فجبروي يكي مثلا هذا درسا إيرو قرآن شيا ويش مرة قرآني بدي ناسكرين قالوا قرآن زماني عربا دا شلو هاتيا قرآن اصطلاحا شوا هاتيا قرآن ما دام وحي دس بيكي دا شيا تنزلاته أف قرآن بيروز شوا دا كتيا. فمسائل بيك برتوكي حمي قريداينا بقرآن بيروز با جبروي يكي أم دس بيدكن إن شاء الله دري برتوكا هذا وقو تشاوا دبيجي الفصل الثاني القرآن والوحي وتنزلاته. دس بيدكيد أول بالقرآن دبيجي هذا الاسم قرآن في اللغة على أصح الآراء مصدر على وزن غفران بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معلومة جورة برينها أم قلق جارضان بابتا دا آخبنا درس فقه دجي مجرة دا يخو ياكرين إنه هر نافك هر مصطلحك وقتي قو أم بكارتين أم دتشن دسبيك إدش بو خاطري قو أم وينافين بكن أم لغة واصطلاحا وينا في دنا ناسكرين. لغة بمعنى أفقوتنا هانا عربا بشرنجي بكار آنية، يعني جي أفقوتنا هانا الجمع عربا زماني عربا دا چه معنى دهات. اصطلاحا ذيجا أفقوتنا هانا أف كلمة هانا أهل هر فنكي أهل هر اختصاصكي أهل هر علمكي بچه معنى دانا خويا كرن. هذا معنى قلتنا لغة واصطلاحا. فقلتنا قرآن دسبيك دا ايه مؤلف جمالة داخو ياكرن في اللغة، يعني دا زماني عربا دا أفقوتن قالوا هاتيا بكار آنين يانا دي بيجي على أصح الآراء، يعني رأيه مؤلف اختيار كريا إنه قرآن بيروز يكجي، يعني دتي بيخوهنا دبشي خوهنا أم جرد بيجن مهموز ومشتق. مهموز بمعنى قرآن بهمزة هاتي قرآن باعتبار قسمك دي هيد بيجي قرآن بيروز كلمة نمهموزة فتبخويني قرآن بهمزة قرآن. فرأيه مؤلف اعتبار كريا قبول كريا واعتبار كريا أصح الأقوال دي بيجي قرآن بيروز همج آليكي مهموزة بمعنى بهمزة قرآن، وهمجي مشتقة يعني بمعنى أبقوتن أصلك ويناد زماني عربا دهاتية من القراءة شخوندني قرأ الكتاب برتوك خوند فقرآن شخوندني هاتية. ودليل خوشي آني فإذا قرأناه يعني أجر مشترى تلاوة كر أف قرآن هانا أجر مشترى خواند فاتبع قرآنه أي دوف مدجي تجي تلاوته وينا بك تجي وينا بخوينا. أف رأيه جو
مؤلف مصنف دكتور نور الدين عتر اختياركر واعتباركر أصح الأقوال، ولكن بحقيقة ده علماء مختلف لفظ القرآن دسبيك ده مختلف وقو مجورة إشارات كركا قالوا مهموزة يالنا، يعني همزة ده هي يالنا أم بيجن قرآن يعني أم بيجن قرآن بيقو أم قتنا همزة بكار بينن قسمك جو علماء وسركيشيا وانا قو إمام من شافعية قوت بيجي قوتنا قرآن نمهموزة وجامدة، قوتنا نمهموزة يعني همزة تيدا نينا وجبروية كي وقت قود خوان دقو قرآن ودبرتوكا كي إمام شافعي هي نابيونا الرسالة، يعني باعتبار دبي يكمين برتوكن قد أصول فقه ده هاتية نيفساندن هرتم إمام شافعي وقت قوتنا قرآن هاتية بهمزة نيفساندية قرآن. فإمام من شافعي اعتبار دك إنه قوتنا قرآن بهمزة قرآن، وطبعا أبناء الزمانة ينجي أمبيجن أبناء ديالكتكش ديالكت عربة بتايبة ديالكتا قرشية، ومعلومة جورة إمام الشافعي قرشية يعني أصل خوش أهل مكة ديالكتا وينا لهجة وينا زارافاي قبيد آخبي زارافاي أهل مكة وأهل مكة همزة بكار ناينن فقلتنا قرآن دخوين قرآن. نقطة دوا إمام الشافعي اعتبار دقيق قلتنا قرآني جامدة يعني غير مشتقة، جامد بمعنى جارة أول بأفقوتن قرآن ولو هاتن دانين لسرفي برتوكا بيروز أباقو خدي تعالى لسرفي خنبرما محمد عليه الصلاة والسلام داخستيا. فباعتبار دقيق إنه قلتنا قرآن يعني جيد ديال إني خوندنا حفص بن عاصم ياقو أمبكارتين قرآن اعتبارنا كيقو مشتقش تشتكي يعني هاتية ستاندن جي تشتكي وقو تشاوى مؤلف جمرة قو مشتق من القراءة يعني شخوندني. فاعتبار دي كيقو أفنان نابا كجارة أول وقت يقو هاتية نيبساندن بسر نابي قرآنية وكي إنجيل وكي نابي إنجيلي وكي نابي توراتي، فاعتبار دي إنجيل توراة قرآن أسماءنا جامدن نهاتنا اشتقاق كرن جتشتكي دي، ولكن قسمي دواج علماء اعتبار دكي قونا قرآن مشتقش تشتكي هاتية. فمثلا أبو حسن أشعري يقوم عقيدة بربرسكي ينجي أمبيجن سركيشيا مذهبك عقيدة دتكي دبي قوتنا قرآني هاتية اشتقاق كرنش قران وقوتنا قيران بزماني عربي ده هاتيش كوم كرن وقريدان جبروية كي أمد بيجين قرنت الشيء بالشيء من أونا كوم كرب هفدورة ينجي أمد بيجين د تيبن حج وعمري ده مثلا هناك تيب حج وعمري هنا إفراد هيا يك جوانا قيران هيا قيران قوت بنيتكي تحج وعمري بهبره بكار بيني فاختي قوم فلانكس شو حجي وحج اخوا قيران كريا. شو معنى قلتنا حج اخوا قيران كريا؟ يعني حج وعمره بهبره قري داد يكني دا بكار اني. فاف قسمك اول جا قسم علماء اعتبار دكي قلتنا قران هاتيه اشتقاق كرن هاتيه ستاندن باصل اخوا جو قلتنا قرن يعني بمعنى قريدان بمعنى كومكرن ومعنى ويد قرآن بيروز ده إنه حروف هاتنا كومكرن تشكيلة كلمة ديكي قوتنا كيديكي وقوتن تشكيلة جملة كيديكي جملة تشكيلة سورة كيديكي سورة تشكيلة قرآن ديكي. ها ببيرنجي قسمك علماء ستاندية. ولكن رأيات دوا آقو مؤلف دكتور نور الدين عتر اعتبار كر قوتنا قرآني هم مهموزة بهمزة هاتية وهم جهاتية اشتقاق كرن جمعنا خوندني بمعنى القراءة قرأ يعني تلا فأبا معنى
قلنا القرآن في اللغة العربية. وأما تعريفه اصطلاحا فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن بسبب تعدد الزوايا التي ينظر العلماء منها إلى القرآن. تيجو أم بيجين في القرآن بيروز مت زماني عربة دا لغة المناسكر كاقلوا اصطلاحا معنى قرآني تشيا تعريف قرآني تشيا جملة داخو ياكر إنه خلافة كدنا بين علماء هذا هي جو تعريفه وينا بكن اصطلاحا، يعني هر أهل فنك جبرقوا القرآن بيروز هر يكي جوانا بمنظارك، هر يكي جوانا بآليك بزاويك المسألة ميزدك، فهر يكي جوانا قرآن بيروز برنجك تعريف دكي. ولو دبيجي وإن كان التعبير بأنه الكلام المعجز كافيا، ولو مروف بيجي قرآن شيا مروف بيجي أو قوتنا معجز أو أقو خدي تعالى تحديها عربا كريا قو كاربن وكوينا بينن، يعني أقرت بيجي قرآن شيا تبيجي الكلام المعجز ولو كافيا مش إنسان رتيخ ياكرن دبي تبلو ويجي أم اختيار تعريفك ديدكن قو مناسبة خواندنا مبي، ونحن نختار التعريف المناسب لغرض دراستنا، أعني التمهيد بمعارف عامة وهامة موجزة عن القرآن الكريم. أباقو مجورة قول أقر بيبي راوة أسلوب التعاريف هذا مقول التعريف بلحاظ الموضوع، يعني تيرا بتشتكي بدي خويا كرن بدي تعريف كرن دريا وان بابتن قوتي بخويني. فجبر بيك إجمالت بيجي القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه. هذا تعريف قرآن بيروز لغوري استخدام علماء برتوكا علوم القرآن بنيفسينا جبو خاطري قوشترى بدي خويا كرن أمي بحثا شبكن. فأذ تعريفها هنا جبو خاطري قو إنسان بابتن قود خويني، فوقت يقوم دبيشن القرآن هو كلام الله، قرآن بيروز آخفتنا خدي تعالى يا دفردا جي دردك بآخفتنا غيري خدي تعالى. يكسر وقت يقول موجودة قرآن يكسر بترى هشي تدا دميجية تدا تي ناسكرين انه ام بحثا آخفتنا خدي تعالى دكن از نبحثا آخفتنا ملائكة دكن از نبحثا آخفتنا إنسان وبشر دكن دعيني وقت ده از نبحثا أحاديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام دكن أحاديث نبوي جبرقو آخفتني لفظي بيخنبر عليه الصلاة والسلام. دعيني وقت ده وقت يقوم قلت الكلام القرآن هو كلام الله، دعيني وقت ده أحاديث قدسيجي جدر دكفن جبرقو لقوري قسمهم علماء اعتبار دك أحاديث قدسي جنب خنبر لفظا ومعنى ويناش جم خدي تعالى يا نافروكا ويناش جم خدي تعالى هاتيا أحاديث قدسي ولفظي وينا ترجمة وان نافروكا لسر الزمان بزمان بيخبر عليه الصلاة والسلام هاتيا كرن. طبعا قسمك جديد بيجينا أحاديث قدسي لفظا ومعنى هردو جم خدي تعالى هاتنا أمنها دبشي أول دنا وقت يقوم القرآن هو كلام الله، قرآن بيروز آخفتنا خدي تعالى يا جيدر دكبي آخفتنا ملائكة، آخفتنا إنسان وبشرة، آخفتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ده أحاديث وين نبويدة وجيدر دكبي أحاديث قدسي لسر قسمي ددوا يعني قسمي أولج علماء إيجو قوتن قول لفظي وينا جنبي خنبر عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التعريف قرآن بيروز آخفتنا خدي تعالى آقو هاتيا داخستن لسر محمد عليه الصلاة والسلام دفردا جي دردك بي أو آخفتني خدي تعالى أو يقول نهات نتنزيل كرن
المنزل معناه او يقو نمنزل اعتبارنا بقرآن جبرقو آخفتنين خدي تعالى ناين احتواء كرن ناين كوم كرن ناين جمع كرن آيات القرآن بيروش مرد بيجي قل سورة كهف ده قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي اگر آبا بحرات تاذ ببي حبرج قلمارا جبو خاطري قو أم آخفتنين خدي تعالى بني بسينين لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وآبا جماع بحرا ومحيطاتا وخلاص بيقو آخفتنا خدي تعالى خلاص ولو تبقى سوان آبا بحرا ومحيطاتا تجي ببيني جبو خاطري قو تبكي حبر وبيبني بسيني فديمك وقت يقو أمد بيجن قرآن بيروز آخفتنا خدي تعالى ياغو داخستيا جي درد كبي آخفتنا خدي تعالى ياغو دا نخستيا على محمد لسر محمد عليه الصلاة والسلام جي درد كبي او آخفتنا خدي تعالى اواغو داخستيا لسر غير محمد عليه الصلاة والسلام اعتبارنا بالقرآن وكي آخفتنا خدي تعالى ياغو داخستيا لسر حضرة موسى بو توراته وك آخفتنا خدي تعالى ياغو داخستيا لسر حضرة عيسى بو انجيله وك آخفتنا خدي تعالى ياغو داخستيا لسر حضرة داود جو زبورة فأبناء اعتبارنا بالقرآن جبرقو محصر كرمقو قرآن بيروز أو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف يعني أواغو ناسكريا ناف دستادا جو هاتيا جاب كرن دسبيكا سورة فاتحة داوية ونا سورة ناس أواغو ناف دست خلقه دا بلاكريا المصاحف جمع مصحفة وأواغو يعني آخفتنا قرآن بيروس تيدا هاتيا كونكرن وهاتيا نيبساندن فالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر تواتر أو قمروف قوتنكي نقل بكينج يكي ديرة لكن أو نقل تنبتنا خبي جماعتك جروبك وقسم علماء حديثي في مسألة بهترتدت شغل دي بيجيب كيماني جرك ده إنسان بن يعني ده إنسان في قوتنا هانا نقل بكنج ده إنسان را أو ده إنسان دي نقل بكنج ده إنسان ديرة فقرآن بيروز آجوج مرة هاتية نقل كرن جيشتية دستي ما بالتواتر بمعنى وينا جماعتك جدسبيكا بيخنبر عليه الصلاة والسلام حتى قو جهشتية دستيما جماعتك دوف جماعتك قو إن كان وانا نينا قو ضروي لفدو بكن يستحيل تواطؤهم على الكذب فصحابية حمكش بيخنبر عليه الصلاة والسلام قرآن بيروز قو دار كرنا حمجي حاضرن وان صحابية أو قرآن بيروز جماعتك رواية كرج تابعين را جماعتك تابعين رواية كرج تابعين را وان جماعت رواية كرج وايم بشتخورة و اي بشتخورة بو اي بشتخورة حتى قو بيشتيا دستيما أما ياقو دهيلي قو أم بهورمند بن قو أيقينك مهيا قو قرآن بيروز كلامي خدي تعالى يقو خدي تعالى لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داخستيا قو جماعتك نقل كريال سر جماعتك أو جماعة ممكنين قو بهفر اتفاق بكن قو كاربن ضروك يعني تحريفك بخنا في قرآن هاي بيروز ده المتعبد بتلاوته قرآن بيروز أواقو خد تعالى تعبدا مدكب خندنا وينا مجرد خندنا إنسان جو قرآن بيروز لعبادتك مروف خدان خيرة مروف ثوابك سردستيني شاوا قبرينها حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام من روايات كريا أو حديثة قو عبد الله كري مسعود دمي قد بيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بيخبر عليه الصلاة والسلام بيجي أو كسي حرفك تاني
قرآن بيروز بخوين خدان خيرا او خيرا ويجي خدي تعالى جيرا مظن دكي بده خيرا واجورنا بيجم قوتنا الف لام ميم حرفك نا الف لام ميم جسي حرفا هاتيه تشكيل كرن يعني تسي خير برن وهر خيرك بدها ابا بوسه خير دو قوتنا الف لام ميم فوقت قو امد بيجن قرآن بيروز كلام خدي تعالى يا قو داخستيا لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام يا نيبسيا هاتين نيبساندن دو مصحفة دا المتعبد بتلاوته أواقو خدي تعالى خيري ديما بمجرد خوندنا ملس بجيرة جي درد كبي أو قراءات شاذ يعني قراءات هن إيقو متواترين أو إيقو شاذن اعتبارنا بقرآن يعني أحاديث قدسي أو إيقو هن قسمك جي اعتبار ديك إيقو لفظي ويجي جم خدي تعالى أو بخوشي خدي تعالى تعبدا من نكريا قو أم دخندنا ويدا خدان خير بن فقراءات شاذ اعتبارنا بالقرآن وأحاديث قدسي اعتبارنا بالقرآن جبرقو خدي تعالى تعبدا ما بينكريا أم نكارن دهندروي لميجد فان قراءات شاذ بخوينن ينجي أم فان أحاديث بخوينن وكي نمونا قراءة متواتر بسورة الكهف ده خدي تعالى وقت يقول بحثا كيروكا موسى وعبد صالح دكي أو يقول ناس كريت ناف جباتي ده بالخضر دوي كيلو كده بحثا جميع دكي خد تعالى بيجي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك أبناء قرآن أبناء منزل السربي خنبر عليه الصلاة والسلام أبناء هاتيا نيبساندن مصحفة ده أبناء متواترة أبناء متعبد بتلاوته شماش برقو قراءتك متواترة طيب قراءتها شاذ بيجي وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قلتنا وكان أمامهم ملك قلتنا أمامهم عكس قلتنا وراءهم يا قهات متواترة فأمامهم قراءتك شاذة اعتبارنا بالقرآن ينجي في سورة الجمعة آية القرآن بيروز بيجي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أبناء قرآن متعبد بتلاوته شو ما جبرقوا متواترة طيب قراءتها شاذ قد بيجي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله قراءتها متواتر فاسعوا إلى ذكر الله قراءتها شاذ فامضوا إلى ذكر الله ديماك قراءتها جو اعتبار دي جو يعني قرآن أواجو أم حس تعريف دكن أواجو متعبد بتلاوته جو قراءته متواترة من ضمن تعريفه بشي تالي المعجز ولو بسورة من المعجز ولو بسورة من وقت قلت أبقوت نقول جي دردك أواجو نمعجزة أواجو أحاديث قدسينا هاجر قسم الددوج علماء أو يقول جمرة قد أحاديث قدسي لفظي وينا ومعنى وينا هردو جي جم خدي تعالى هات نجم يقول قسمك علماء مجورة قد بيجي لفظي وينا جم بيخنبرة معنى لفظي وينا جم خدي بيخنبرة معنى وينا جم خدي تعالى يا قسم الددوج علماء بيجينا لفظي وينا ومعنى وينا هردو جم خدي تعالى هبلو ويشي اعتبارنا بالقرآن كما اعتبارنا بالقرآن جبرقو خدي تعالى اعتبار نكر أحاديث قدسي معجز خدي تعالى تحدي أهل مكه نكريا بأحاديث قدسي يعني أحاديث قدسي فرقا وينا أدنا بين قرآن بيروز قو هناك فروقات هنا يكشوانا أبا قو مآني زمان قو خدي تعالى تحدي عربا كرغو كاربن ولو صورتك بچوك بين جي قرآن بيروز ولكن خدي تعالى تحدي عربا نكر يقو حديثك قدسي بين جي فروقات وينات تشتنقو مميزن قرآن بيروز خدي تعالى أو باراستيا
وندابوني أحاديث قدسي نهاتنا بباراستن خود تعالى تكفل نكر يقوانا بباريزي فأبناء يكشوان فروقات بين قرآن بيروز وحديث قدسي فقرآن بيروز خود تعالى تحديا عربا كريا جو كاربن صورتك وكويبين بشرا خود تعالى افتح الديا هنا بجوكتركي جو كاربن جرا ده آياتا بينن بشرا خود تعالى تحديا واكده جو آياتك بجوك بينن آيات قرآن بيروز بيد بيجي جو خاطري جو إعجاز قرآن بدي خويا كرين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا انسو جن تبرا قب هبرا قوم ببن قوتا خوبكنا ياك جبو خاطري قب قرآنك وكفي قرآنها بينن ممكن نينا قو بينن حتى قو حميجي جفدورة بشقرت بن ممكن نينا بشرا خذي تعالى بيجي قل فأتوا بعشر سور مثله يعني قرآن أول شيء تحدي بوانا بقرآني بشرا تحديها وناكر بده سورة جو كاربن بينن بشرا خذي تعالى بيجي تحديها واكر بسورتك ولو بجوك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أجر وند شكيدنا جو أف قرآن هانا مداخست يلسر عبد محمد عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة من مثله أزنما دعوة لودكم قوون قرآنك وكوي بينن أزنما دعوة لودكم قوون ده سورة وكوي بينن لا سورتك تاني فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فهذا مقصد معنى قلتنا القرآن المعجز ولو بسورة من مثله بشرة درباس دبي بأسماء القرآن الكريم فوقت يقول درباسي نابن جمرت ديخو ياكرن لقوري علماء قالوا أف قرآن بيروز كند نابي خوهنا عمليا شار نابي هري مشهور قد ناف خلقي دهنا قسمك جو علماء جي قلك ناف ندي دانا خو ياكرن لكن أغلب وان نافاج اعتبار نابي ناف بالعكس اعتبار دبنجو صفة وش ما نديخو ياكرن دبيجي عرفنا أن لفظة القرآن هي أشهر أسماء القرآن الكريم بل هي الاسم العلم الدال على هذا الكتاب العزيز قرآن بيروز القرآن شو آيات القرآن بيروز مرة قلت قاف والقرآن المجيد فأبنا بهري مشهورة جوج قرآن بيروز بيبرتوكا هاي بيروزرا وطبعا وناسكر قالوا يعني كأبناء مهموزة مشتقة مشتقة أبناء حمل مرسلها آخرين ولكن للقرآن الكريم أسماءنا دي هنا علماء بحثا وناذكر يكشوانا جناب القرآن الكتاب قلتنا الكتاب ناسكر يقولنا جناب القرآن آيات القرآن بيروز فيدي بيجي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فالنابي كتابي خذ تعالى داخو يا كرنسر قرآن بيروز ونابي كتابي أبناء علماء دبيجين جبرقو أبناء خذ تعالى قرآن بيروز هم باراستيات سينجي مسلمانا دا هم دي بيرتوكا دا لكن جبيرنا كنجبو خاطري قد فردا واضح بجورة نهر تم قلتنا الكتاب دو قرآن بيروز دا بمعنى قرآنيتي جبرقو قلتنا كتاب دو قرآن بيروز دا بقلك معانياتي قرآن بيروز بمعنى قرآنيتي يعني كتاب لفظ كتاب معنى قرآنيتي شاو آيات سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب دعيني وقت دا قلتنا لفظ الكتاب دو قرآن بيروز داتي ومقصد بي أو التوراة قو خدي تعالى لسر حضرت موسى دا خستيا آيات القرآن بيروز بيد بيجي ولقد آتينا موسى الكتاب قرآن بيروز قلتنا الكتاب دو قرآن دا بكار آنية بمعنى نيفساندنيجي شاوا خدي تعالى بحث حضرت عيسى ديكي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فقلتنا كتاب دفردا
خود تعالى آني بمعنى نيبساندني وهاتية قوتنا كتاب دو قرآن بيروز ومقصد بي أول لوح المحفوظ شاوى آيات قرآن بيروز بيجي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب مكنون مقصد بي لوحة محفوظة يعني آيات قرآن بيروز دم يقول بيجي ما فرطنا في الكتاب من شيء مقصد بي لوحة محفوظة تشتك جيناها تيا بشارتن تشتك جي كيمنينا أو لوحة محفوظة ودو قرآن بيروز دا قوتنا الكتاب هاتية بمعنى ان ترتوكي طواندنا كتابة شاوغو يعني آيات قرآن بيروز بيجي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو بادانا برتوكا وهاتية قلتنا الكتاب دو قرآن بيروز دا بمعنى صحيفة عملت فيشة سجل عملت قنجو خيرة أو يقوم رقيب وعتيد سرطاني بصندنا روجا قيامتنا بويجي كتابة يعني قرآن بيروز دا لفظ كتاب جيرا بكار آنية شاوى آيات قرآن بيروز مرد بيجي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فأبناء دنا جو قرآن بيروز قلتنا أول القرآن قلتنا دوا الكتاب قلتنا سسيا وشارة النور وقلتنا شارة الفرقان قلتنا النور آيات القرآن بيروز بيجي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا نابك جناب قرآن بيروز قو خد تعالى قرآن روناهية أو حقائق قو بشارتي نجمرة دي خويا كرن أو تشتن قو بشارتي نت حلال وحرام دا جمرة دي خويا كرن فقوتنا النور نابك جناب قرآن بيروز نابي تشارا إيقو مشهورا الفرقان شو آيات قرآن بيروز بيجي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرقان يعني حق وباطل جبدود ديخو ياكرن إيمان وكفر جبدود ديخو ياكرن حلال وحرام جبدود ديخو ياكرن خير وشر جبدود ديخو ياكرن شار نابي قرآن بيروزي قو مشهورا القرآن الكتاب النور الفرقان ولكن قسمك علماء هن نابنا دي بكارتين او نابن دي يعني اعتبار نابن جو يعني جو نابن يعني اعتبار دبن يعني جو صفة نجوي قرآن بيروز شاوة قوتنا الكريم المبارك المجيد أبناء اعتبار نابن ناب ولو قسمك علماء مثل الإمام السيوطي دبرتوكا خذ الإتقان نقل دكي إنه قال لك علماء اعتبار كرنا قلتنا الكريم المبارك المجيد نابن جناب قرآن بيروز مثلا آيات قرآن بيروز بيجي إنه لقرآن كريم فهناك اعتبار كريا قلتنا إنه لقرآن كريم نابك جناب قرآن بيروز تبلغ حلبك قو صفتك صفات قرآن بيروز يعني آيات قرآن بيروز بيجي بل هو قرآن مجيد قسمك علماء اعتبار كريا قلتنا مجيد نابك جناب قرآن بيروز تبلغ حقيقته ونا قو مجيد صفتك صفات قرآن بيروز أم لفي قدري بسك نجبري قو أم درباسي وحيي بذن قو يجمر وحي بلغة واصطلاحا جمر بدي خويا كرن أم لفي قدري بسك نقلي خورتا كرمكن أقر